ميزة انه يكون عندك لاعب يصنع لك حلول من لا شيء مثل تاليسكا، فهذه ميزة ما يمتلكها اي فريق، خصوصا انه لما تواجه مباريات صعبة ومعقدة مثل هذه بتلاقي لاعب بيصنع لك حلول، بلاعب بيسجل لك اهداف، بيصنع لك اهداف، على الرغم من انه تاليسكا في هذه المباراة في الشوط الاول ما كان ظاهر، ما كان باين، ما كان مؤثر على اداء النصر بشكل ايجابي. ولكن في الشوط الثاني لما توظف بشكل جيد ولعب في المكان اللي هو يرتاح فيه، شفنا كيف النصر شكله تغير، شفنا كيف تاليسكا لاعب بيسجل 3 أهداف، يعني ارقام احصائيات. تاليسكا الان عنده 8 أهداف، اداء مؤثر مع نادي النصر، لاعب بيحسم لك مباريات كبيرة، مباريات مهمة لنادي النصر. فلاعب مثل هذا ما نقدر نقول غير شكرا على المسؤول اللي تعاقد مع اللاعب هذا. في الشوط الاول نادي النصر بشكل عام ما ظهر بشكل جيد، مو بس تاليسكا، لانه نادي النصر دخل المباراة المدرب رودي غارسيا ولاعب بخطة 4-5-1 على الورق، وتاليسكا كان لاعب على اليمين، وسامي النجعي هو اللاعب اللي لاعب في مركز 10. ايش المشاكل اللي واجهها النصر في الشوط الاول؟ نادي النصر في الشوط الاول كان لاعب باثنين محاور يعتبروا ادوارهم متشابهة متقاربة، اثنين متميزين جدا في الافتكاكات وقطع الكرات. ولكن لما تكون الكرة مع نادي النصر هذول المحاور مو متميزين في تطوير الهجمة، مو متميزين في نقل الكرة من الثلث الاول للثلث الثاني. لذلك نادي النصر في عمق الملعب دفاعيا كانوا جيدين، ولكن لما تكون الكرة مع نادي النصر كان يعاني من مشاكل، خصوصا انه تاليسكا على اليمين هو بيعتمد على نقطة معينة، وهي انه تاليسكا يبغى يستلم الكورة يبحث عن ثغرة عشان يقدر يسدد على مرمى الرائد، ولكن هذه الثغرة في الشوط الاول تاليسكا ما لقيها، لذلك الحلول عند تاليسكا اصبحت قليلة جدا. والمشكلة الثالثة اللي كان يعاني منها نادي النصر هي سامي النجعي. سامي النجعي لاعب في مركز 10، لما تتعقد الامور في وسط الملعب يفترض انه يرجع في وسط الملعب يسحب معاه لاعب يفتح المساحات لفنسة ابو بكار عشان يكون عنده مساحة يقدر يتحرك فيها في عمق الملعب. لكن سامي النجعي كان قريب جدا من ابو بكار، كان قريب جدا من منطقة الجزاء. تحسوا انه نادي النصر في الشوط الاول لاعب باثنين مهاجمين كلهم مهاجمين مركز 9، لذلك نادي النصر في الشوط الاول في عمق الملعب كان في ضعف بسبب سامي النجعي. لما تلعب امام نادي بيدافع، امام نادي خطوطه متقاربة وما في اي مساحة ولا ثغرات انك تقدر تخترقها وتوصل لمرمى هذا الفريق، يفترض على سامي النجعي او تاليسكا يخرج من منطقته ويرجع في وسط الملعب يستلم الكرة وينقل الفريق للامام ويفتح المساحات للاعبين اللي موجودين في الثلث الهجومي. هذا الشيء نادي النصر ما كان بيعمله بشكل جيد، ونادي النصر في الشوط الاول كان سيء، ما عنده حلول، لاعبين الاطراف ما بيستخدموا حتى امكانياتهم الفرديه، ما في لاعب بتحس انه عنده الجرأة انه يستخدم مهاراته ويقدر يصنع الحلول، لا مشاريبوف ولا حتى كونان ولا سلطان غنام ولا حتى تاليسكا. في الشوط الاول نادي النصر صفر جدا هجوميا، نعم مستحوذ على الكوره، نعم مسيطر على اللعب، ولكن بدون اي حلول، بدون اي فكره في خط الهجوم، بدون اي فكره توضح انه نادي النصر عنده اسلوب يقدر من خلاله يوصل فيه الى مرمى الرائد. الشوط الثاني اختلف وضع النصر عن اللي كان عليه في الشوط الاول. في الشوط الثاني نزل نادي النصر والمدرب رودي غارسيا باسلوب ورسم تكتيكي مختلف عن اللي كان عليه في الشوط الاول. نادي النصر في الشوط الثاني نزل بخطة 4-3-3، عبد الله الخيبري وغوستافو لاعبين اثنين محاور، وتاليسكا لاعب امامهم في مركز 10، وفي خط الهجوم سامي النجعي كان لاعب على اليسار، وايمن يحيى بعد ما نزل مكان اللاعب مشاريبوف لاعب على اليمين، وفنسيت او بكار كان لاعب في خط الهجوم. لما النصر لعب بهذا الاسلوب شفنا كيف تاليسكا اخذ كامل حريته في الثلث الهجومي، حتى لما تتعقد الامور تاليسكا كان بيخرج من منطقة الجزاء بيبعد عن فنسيت ابو بكر عشان يسحب معاه لاعب من لاعبين الرائد، وفي هذه اللحظة سامي النجعي كان بيضم في عمق الملعب ويكون كمهاجم ثاني مع فنسيت ابو بكر، وهنا بيكون في مساحة للاعب كونان في الجهة اليسرى انه يساهم في المساحات والثغرات اللي فتحها اللاعب سامي النجعي. وتاليسكا في نفس الوقت في بعض
الأوقات بتشوفه يخرج من منطقة الجزاء وبيقترب من وسط الملعب ويكون مشكل ثلاثي مثلث بينه وبين جوستافو وعبد الله الخيبري. في هذه الحالة تاليسكا كان بيفتح مساحات في عمق الملعب وكان بيلعب الكورة الطولية لفنسة أبو بكر، وكان بيفتح مساحات كبيرة للاعبين الأطراف. وفي نفس الوقت تاليسكا لما كان يتحرك بدون كورة كان بيتحرك في أماكن فيها مساحات وثغرات، لأنه نادي الرايد بعد ما أصبحت النتيجة 2-1 نادي الرايد بدأوا يفتحوا المساحات وبدأوا يفتحوا الثغرات، وتاليسكا في هذه اللحظة عرف كيف يستغل المساحات بشكل جيد. حتى تحركاته والتفاهم اللي بينه وبين فنسة أبو بكر تاليسكا قدر يستفيد منه، وقدر يستغل الكرات والثغرات اللي كانت مفتوحة والأخطاء اللي كانت موجودة في خط دفاع الرايد، وقدر من خلالها يسجل الهدف الثاني من ركلة الجزاء، والهدف الثالث الهدف الجميل من اللاعب تاليسكا. الصراحة تاليسكا لاعب موهوب، لاعب ممتع، يعتبر بالنسبة لي أنا أفضل محترف موجود في الدوري. تحب اللاعب تكره اللاعب، في الأخير هذا اللاعب يستحق أنه يكون أفضل صفقة في هذا الدوري وأفضل المحترفين في الموجودين في الوقت الحالي. وهل الفوز هذا يعني أنه النصر كان مقنع اليوم؟ بالنسبة لي أنا النصر ما كان مقنع، ما قدم المستوى الكبير والمستوى المنتظر، ولكن فكرة انك موقف شهر ونص وتفوز في مباراة بنتيجة 4-1، فانا اشوف انه الفوز مهم بالنسبة لنادي النصر، وبعد كده مباراة بعد مباراة مستوى يبدأ يتطور ويتحسن ويرجع افضل من اللي كان عليه من بداية الدوري. لذلك نادي النصر حقق المهم، حقق نتيجة ايجابية، حقق انتصار مهم، عنده عناصر على مستوى عالي، وانا اشوف انه نادي النصر بهذا الفريق بهذا المدرب قادر يوصل لاماكن بعيدة في بطولة الدوري، ممكن يحقق بطولة الدوري ويقدر يحقق اي بطولة قادر ينافس عليها، خصوصا انه نادي النصر يمتلك عناصر في دكة الاحتياط على مستوى عالي، وعنده عناصر محترفين على مستوى عالي. ولكن انا اتمنى المدرب رودي غارسيا يغير في الثنائية لعبد الله الخيبري وجوستافو. هل هذه الثنائية سيئة؟ لا، انا ما اشوفها سيئة، ولكن ما تنفع انك تلعب امام فريق بيلعب بيتكتل دفاعيا، تلعب باثنين محاور قاطعين كرات. انا ممكن العب امام الهلال او نادي الاتحاد اللي بيستغل المرتدات بشكل جيد ويضرب المساحات بشكل جيد، او نادي الشباب ممكن العب بجوستافو وعبد الله الخيبري. ولكن لما نلعب امام فريق بيتكتل دفاعيا وراجع كثير في مناطقه ما يحتاج العب باثنين محاور قاطعين كرات. انا هنا احتاج لاعب في مركز 8 يشكل الاضافة في ثلث الثاني في ملعب الخصم، لاعب عنده حلول ومبتكر في وسط الملعب ويلعب لي تمريرات تصنع الحلول الهجومية في خط الوسط. يعني بين الأسماء المتاحة في نادي النصر ما في لاعب أفضل من الصليهم في هذا المركز، حتى لو كان الصليهم ما بيأدي بشكل جيد وما بيقدم المستويات المنتظرة، ولكن هذا الحل اللي عندك، هذا الاسم المتاح في الوقت الحالي، وعندك فترة انتقالات بعد كده اتعاقد مع لاعب يقدر يضيف لك في هذا المركز. ولكن حاليا بين الاسماء المتاحة امام هذه الاندية انا ما افضل ثنائية عبد الله الخيبري ولا جوستافو، وهذه وجهة نظري. وان شاء الله نشوف مستويات افضل لنادي النصر في المباريات القادمة، وان شاء الله نشوف دوري افضل من اللي كان عليه في المواسم القادمة، دوري تنافسي، خصوصا انه الان في الاربع المراكز الاولى فارق النقاط قريب جدا بينه وبين بعض، حنشوف منافسة قوية ونشوف دوري ممتع. هذه وجهة نظري وهذا تحليلي عن مباراة النصر. يا ريت تشاركوني ارائكم عن مباراة النصر وعن انتصار نادي النصر، والف مبروك لجمهور نادي النصر وهارد لك لجمهور الرايد، ونشوفكم على خير في مقاطع جديدة. سلام عليكم.